بس الدنيا كانت واقفه معاهم خالص. وفي فتره من الفترات اتعرفت على واحد اسمه محمد سداد، وبقت رفيقه ليه في الحرم، وبقى يجي لها البيت كتير في السر لحد ما حبها وفلوسه بدات تبان عليها. والموضوع ده غاظ حسب الله جدا، وراح قال له انها متجوزه وجوزها بيبعت لها فلوس وانها من ترجع الليبراري تستغل. يعني مش عشان هي اصلا مازال ماشيه معاه الامر ما متجوزه، كاين والو. هو اختي بس حتى واحد عشان ما صيفط بتستغل. لي لا بيا لا لكن والو. سداد كان خلاص وقع في حبها وما بقاش يستغنى عنها، وفضل يتردد على البيت لحد ما شافه واحد من اصحابه اسمه عبد كينج العال. ولما ساله لا البيت والو، مين حتى ده، واحد ما قال له صيفط ليا البيت ناس اعرف. كذلك. بس الكلام ده بقى ما دخلش دماغ عبد العال خالص. البيت كان باين عليه انه مش من مستوى عيله ان سداد، شاء الله. وده خلى عبد العال يقرر انه حتى واحد يراقبه ما بغى لحد ما ياخد عرف ليا انه بيت من بيوت الضعف. السم. واحده واحده بدا عبد العال هو كمان يروح البيت، وواحده واحده هو كمان حب سكينه. بس الجديد بقى ان سكينه كمان حبت عبد العال، بالرغم من فرق السن الكبير اللي كان بينهم. سكينه وقتها كان عندها 34 سنه، وعبد العال كان لسه عنده 22 سنه. الله يعطي مرتي الموت. علاش؟ لكن سكينه اتعلقت بيه وبدات تصرف عليه كمان، وواحده واحده طلبت من محمد سداد انه يبعد عنها. بس لان عبد العال كان بيجي البيت كتير، الجيران بداوا يحسوا ان في حاجه غلط بتحصل في البيت. وساعتها الجيران سلطوا العيال انهم لو شافوا اي راجل غريب خارج من بيت ري او سكينه يجروا وراها في الشارع ويزفوه. والموضوع ده مع الوقت قطع رجل الزباين من هناك، واضطرت العيله انها تعزل مره تانيه، وانفصلت عنهم سكينه واجرت اوضه امك القحبه. عاشت فيها هي وعبد العال على انهم اتنين متجوزين. واما ريا وحسب الله ديك ريا وسكينه يا اختي كتخلع. وهناك اتعرفوا على اختي ما واحد تجريش اسمه الناس عرابي كذب حسان، عليك. واللي كان مشهور باسم عرابي الصواري. بلطجي وخطير ورابي. الناس كلها في المنطقه بتخاف منه، ودي كانت فرصه بالنسبه لهم علشان يلاقوا ظهر يحميهم. بعد فتره شوفوا العين، مرة شوفوا تانية وعرابي ما بقاش يستنفع من وراهم، ضايفين حبيبه. وقرر إنه شوفوا العين. يروح يتطوع في السوق. فحسب شوف الله طلب من سكينه وعبد العال انهم يعيشوا معاهم في نفس البيت علشان يبان انه بيت عيله. لقيتها حشمينه لقيتها مع ريا لكن بعد زكي. فتره صغيره احمد رجب اجي سير شي في حالك رجع انت. الحاره، وساعتها الناس كلها عرفت ان احمد رجب هو جوزها الحقيقي، وان عبد العال ده واحد هي مرافقاه. وساعتها كبيده ضايفين محرومه صاحبتي من لي كومونتير. واحمد رجب جوزها بالرغم من ان خوتي شكون يقدر يحيد لضايفين يحيد ليها السينيال من لي كومونتير. سكينه حاولت تعرف بكل الطرق مين اللي فتن عليها. كنتفرج في لحظه قررت دوكيومونتير. انها تنتهي واستنت صاحبتي محرومه مولفه كتكتب معايا في لي كومونتير ما كتبت. كلهم اتحبسوا كذا شهر، ومن بعدها الدنيا قفلت معاهم خالص. وراح حصل الله خاصك ديري كنت واحده اخرى ضايفين. لما الاختين لقوا نفسهم لوحدهم راحوا مأجرين اوضه في سوق الجمله، واللي اتعرف بعد كده باسم بيت الله يحفظك ليا المنطقة ورده. كان فيها كامب للعمال الانجليز، وكان بغيت الزباين ندوي معاك عدد. والله دوي. ولان البيت كان مليان غرف مقننه شغاله في الدعاره، باقي عندها نفس المشكله ماريسا. كاين شي سفر والو اختي ما قطعوا لنا لا بيا لا والو. اش غندير؟ السلطه ولو الوضع مستقر كاين سفر لا والو. حنا كاينين وعاش حسن الله وعرابي سفلاء على الاختين، وعبد العال اشتغل في اسكندريه وما بقاش يجي لهم غير اخر الليل. لما الفلوس جريت في ايديهم قرر حسب الله انه يخلي البيت ده الشغل بس، ويجيب ابو العيله وامه يعيشوا هناك، وهو وريا وسكينه وعبد العال يشوفوا بيت منفصل يعيشوا حيت فيه عندها علشان الفلوس يبانوا ما عرفتش واش عايشين. نشري بس لما ثورت سكين 19 كير ايرادات بيت ولا ورجع نقوص حسب الله من يشتغل في فلوس سكينة ويطلب منها تبعد عن عبد العال ونشري الماكله. متجوزه وكده عيب. بس كلاش من سكين كير سنتي. بيشارك في الفلوس. دير حساب اخر هو داكشي اللي قلت ليها. دارت الميزاج والو. وعاشوا في بيت في حاره مكوريس اسمه بيت الجمال. عطيونا شويه ديال التكبيس والبارطاج الله يرضي عليكم. مريم الشميه وساعدتها في انها تفتح قهوه قدام البيت اجيب لك. تعيش بالحلال زي ما عبد العال طلب منها. واما بقى ريا وحسب الله لما لقوا انهم بيدفعوا ايجار البيت لوحدهم نقلوا في اوضه بغيت نخاف شويه كنختلف معاه ولكن بينما هو راقب بيت الجمال. فاش كتختلفي معايا فايش لحد ما سكينه رجعت تشتغل. انت فاش تختلفي معايا؟ كان واحد من الزباين ضايقها فراحت ضرباه بالقله فتح له دماغه. كيأثر عليا والو هادشي كيعجبني نتفرج هادشي ديال البيت في غياب عرابي، وكلهم راحوا تعجبني نتفرج في هاد سي ديال الكريم. وفي نفس اليوم بالليل اختار المجرمين. انها تروح تزور امه واللي سمعت عن خبر جوازهم وطلبت تتعرف عليها. بس سكينه لما راحت تشوف من كيزدحم لقات كيشتف مالو. منه يطلقها، وساعتها راح عبد مشى عند الغوص مالو غادي يمشي عند الماغو عايش مع السويديات البيض مقشر كل شويه يتنططوا من بيت لبيت. المجهول تعاود دير شي ايموتيكون ماشي حتى تما غنبلوكي دير امك نصيفطك. ناري حبيبه كي دايره شخصي عند قوريات صيفط ليا واحد مخرج عينيه واحد مفقوس ما هكاك لاباس. الله يغبنك الله يبليك بالبوفه. تقعد في الشارع لحد ما الزبائن تخرج. واما سكينه حالها اتدهور خالص، ما بقتش هضره مسكينه عرفتي دارو حاله في ميسر. وراحت
واحد بالتاني ايجاره اقل في حاره اسمها غير ترى صيفط لك ميساج بريفي تتسالي شنو كتبتي لي فيه؟ شنو كتبتي لي فيه؟ شبغي تصاحب ولا تزوج ولا شنو؟ ينفع يرجع يتجوزها، دابا غير قول هنايا هادي، بس اتفقوا انه يرجع يعيش باغي تزوج ولا تصاحب ولا تكوي واش بغيتي دير؟ وبعدها رجع نعم توفيق. نشاطها في البيت الجديد وهناك الدراسة كاينه كلامور في الحبسه اش نهضر فيها؟ كيفاش اللي فيها اش نهضر فيها؟ متجوزه شنو بغيتي تقول؟ 54 سنه لكن ضر في دوا صيفط لها شي سبعه اختي بالرجوله. بريفي شنو بغيتي تكتب لي في البريفي؟ بحال واحد مسبعه قالت كيصيفط ليا العضلات ديالو خانزين. انها تشتغل معاها في البيت. نعم انا ما عنديش علاقه عضلات، كون قرع وكرشك مدليه وام بو 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 يكون عندك الفلوس. صافي 42 عام طبنا مأجرة اوضتين تانيين منهم اوضه قدام خرا صيفط في العضلات ديالو وديك الانبوب ديالو بحال هكذاك في داك الشورت زعما كاين يغريني تقاود سير طبنا حنايا. جو سوي سيريو اونفوا موا تي كوردوني. ها هو قال لك هذا اي بوركو تو تي ديسبارو تو تالور. يحتاجوها ياخدوها من ها نفسها او احمد النص واي انت كتصيفط لي اونفوا موا تي كوردوني وكتختفي. ما فهمتكش فين صيفط كاد لي كوردوني زكوك؟ فين صيفط كاد لي كوردوني؟ كتكتبها مره واحده. وليله بداوا مشروع اختي في الطوم صيفط لنا شي حاجه الله يسهل عليك شي بركه حنا غادي نسافروا. هذا تيقول لك صيفط لي كوردوني وكيمشي ما عرفت فين تيمشي. قدامهم ريا تعرض عليهم خدمات الدور اللي فوق وتحولهم على الغرف بتاعتهم. واما حسب الله وقراوي فكانوا بيقعدوا قدام دكان او احمد النص يراقبوا اللي داخل واللي طالع ويحمل بيه. طلق هذا ما يكتب والو. خلي دير مو تنبلوكي خليه. هو بيتخانق مع واحد من الزباين فراح حسب الله وقراوي خدوا الزبون علشان يضربوه اعطيها سيمبو. مخبر اللي اسمه عبد الرازق واقنعوه كمان انه ينضم ليهم ويبقى واحد من الفريق مقابل انه يتمتع لو الناس فاش كانوا في داك ريو سكينه باللحظه دي. حتى لينا الريب سير اش من الريب هذا يصيبطك 20 درهم يقول لك وريني سوزك في الصناب. حصل كساد كبير في الشارع. الناس مرات تعاونوا انا ما كنتيقكم. انا كاع ما كنتيقكم تركت البانديه. البنات هذا النهار مكناس فوق الشوايه. انا ما كايناش مكناس شويه اختي يا ولاد. خصنا الريفينو في هذه الحاله. هيا انسه داخله كطلعي من برا 25 في الليفل. الريفينو اللي خاصها في هذه الخلا بقى جا تفرت عطونا التكبيس والبارطاج. نعم توفيق نعم نعم طلبت السونوشي شفت واحد كياكلوه. مازال ما صبرت كتشوفني خانزه في داري جالسه بيجامتي حامضه كتقولي سافرتي فين سافر. وحسب الله وعرابي وريا كانوا قاعدين مع خضرة اللهبي وحاولوا انهم يشربوا خضرة كمية كبيرة عشان يغمى عليها ويسرقوها لكنها ما تأثرتش قوي بالخضرة. داك قيسو عبله وقعد جنبها على الكنبة انا صحابتي شي عبله شي وحده زوينه طلعت كتشبه لوجه العود. على زين كان عندهم شحال هادي هذيك السلطانه هران دايره بحال روبيو دايره بحال ميني فلوغ. والله الا ديك السلطانه هران باش كانت شحال هادي راه ماشي هكاك دايره كتشبه الميني فلوغ روبيو. زيتونه من الخير زيتونه لا فورما لا ترمى لا زدر لا والو نيفها تقبي عزبه وجهها مسلقم تخرى عليها بلوتو تخرى عليها بوباي. انا بزكي ما تخرى عليا حد. تنتيا وليت ناعمه تعرفي التفاعل وتعرف سيري في حالك يا صاحبي. بدا المرض يبان فيك بغيت المرض ان شاء الله يجي لامك في زكا كتخرب الوقت فيا. هادوك تصاور ماشي بصح ديال من هنا تصاور. عطيونا شويه ديال التكبيس والبارطاج اللي يرضيكم. السلطانه هي كانت خايبه قال لك كانت هذيك مرته الاولانيه قال كانت احسن منها. اجي مال عينيك منفوخين بالتقصاره منفوخين وانت شغلك في شي عينيه. لوف يو تو كوثر.